مره كنت ماشي قصاد قهوه ولقيت ناس بتتريق عليا، دخلت جوه قلت لو كان في راجل يطلع لي، ما لقيتش حد طلع، قمت ماسك كرسي قعدت اكسر في القهوه وكل الناس جريت من القهوه. قمت قعدت اكسر في النصبه حتى يعني ايه النصبه؟ النصبه بتاعت الشاي كسرتها كلها؟ كسرتها كلها ما خليتش الشيشه تقريبا. كسرتها ليه؟ يا مان كسرتها ليه؟ حضرتك انا بلعب مصارعه، بس المصارعه عامه قبل ما الرياضه، او الرياضه في الاول وفي الاخر فن وذوق، وقبل ما استخدم ايدي لازم استخدم لساني. ايه المواقف اللي حضرتك تعرضت لها؟ حضرتك عارفه ان كان في مصر ظهر حيوان اسمه السلعوه، كان أيوة بيهاجم أكيد. ناس وحصل الجرايد كتبت عنه اللي كان فيه طفله مسكت سلعوه وضربته، وقعدت تكتب فيه جرايد كتير. اكيد انا سمعت الخبر ده. انا بالنسبه لي منطقه اسمها منطقه القطاميه، ومنطقه القطاميه دي كان مشهوره فيها حيوان السلعوه، ففي نفس الوقت انا في اسبوع واحد مسكت 3 سلعوه وقرايد ما كتبتش عني ولا كلمه. معقوله 3 سلعوه؟ ايوه يا فندم 3 سلعوه. وفي نفس الوقت كمان كان ليا برضه حاجات في المنطقه عندي كتير كنت بهاجم فيها ناس وبتاع. وبعدين الحيوان عامه برضه في نقطه ان انت ما تعرفيش رد فعله دايما بيكون ايه في الرياكشن او الرد الفعل بتاعه. الراجل اللي ما يحافظش على بيته وعلى عياله ما يبقاش راجل. يعني ايه ما يبقاش راجل؟ يعني هي كده. وانا راجع من التدريب بالليل شفت شباب لا مؤاخذه بيعكسوا بنت الجيران اللي قصادنا، ف احنا حضرتك ايد واحده مع بعض وفي كل حاجه وفي كل وقت في كل مكان. يا ساتر، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا مارست رياضه الجودو من وانا صغير واخدت بطولات كتيره وسافرت بره. انا سافرت بره قبل كده وكنت في الاندر جراوند واتفاجئت بمجموعه تهجم عليا عايزين يسرقوا مني الشنطه. يا خبر. طب فاكيد لازم اتصرف تصرف رياضي. مرة حصل لي موقف أول مرة أحكيه، إنه كنت جاي من البلد، كنت سهران وإحنا بيتنا في الزراعة، وطلعت لي عفريتة فارجة فجأة كده، هي طلعت لي عفريتة من تحت الأرض. عفريتة فعلا؟ فقالت لي ممكن تاخدني معاك؟ فالحاجة دي أنا ما أقدرش أتكلم.